تواصل مع الكابتن نواف التمياط. إذا سمحوا لنا على الهواء مباشرة، الزملاء القنوات الناقلة كثيرة، والتي القنوات التي تغطي هذا الحدث. كابتن نواف، أول شيء نشكرك على تواجدك، شكرا من القلب لمشاركتكم على مثل هذه الأمور وهذه المبادرات. الشكر لله والشكر للجميع من شارك، من نظم، من حضر إلى الكويت. أول شيء سعداء بتواجدنا بدولة الكويت. ذياب رحمة الله عليه قدم نفسه كشاب يملك أحلام كثيرة، رحل رحمة الله عليه، وأثاره باقية وسمعته باقية بأخلاقه بما قدم لناديه البلادة. مشاركة الجميع من كبير وصغير اليوم في مختلف الأجيال هي دلالة ورسالة أن الرياضة قادرة على أنها تكون رسالة إذا فهمت الفهم الصحيح من الممارس ومن المسؤول ومن المتابع. هي اختصار البعض أو كثير من مفاهيم الحياة الإنسانية، فهي ليست لعبة فقط، هي مشاعر تتحرك، وهي دعوة للجميع لفهم الرياضة الفهم الصحيح. أنا أعرف نواف مشاركات بسيطة، تلعب في يعني مجالات خاصة، لكن عندك يعني إصابة بسيطة تعاني منها، تحاملت أنك تشارك على الإصابة أنك شاركت؟ والله كبيرة صراحة، تعبتني ولا ما كان تركت الرياضة، لكن المشاركة في الفترة الأخيرة يعني تأثر عليك تعاودك في حال اللعب؟ بصراحة محمد إذا عليك اللعب دائما صحيح، إذا شفنا الملعب أنسى نفسي، يعني كأني لاعب صغير ما أقدر أسيطر على نفسي. والمشاركة اليوم مع الزملاء، قلت لك في كثير من اللاعبين الموجودين يحمل تاريخ المنتخب بلاده من دول الخليج، فرصة أن شاركنا معهم. التاريخ كان حاضر، الجوانب الإنسانية كانت حاضرة، لا ننسى الدعوات بالرحمة والمغفرة لذياب رحمة الله عليه، الله يغفر له وينور قبره ويجعله من رياض الجنة إن شاء الله. وأنت ممن صنعوا التاريخ أيضا للمملكة العربية السعودية. شكرا لك نواف.